نتقابلوا معاكم في الدورة 51 من مهرجان كرتاج. الليلة سهريات تزامن مع عيد المرأة التونسية كل عام، والمرأة التونسية بألف خير. المرأة الولادة الحمالة الخدامة المزيانة الجدعة، أول قاضية وأول محامية في العالم العربي، وتميزت في عديد المجالات وهذا مش جديد عليها. بلاد الكاهنة، بلاد عليسة، بلاد عزيزة عثمانة والسيدة المنوبية. هذه هي المرأة التونسية إن شاء الله كل عام وهي بألف خير، وربي يحميها ويخلي زادة رجالنا لينا. عرض فسيفساء عربية، الفنانة التونسية أمينة سرارفي بنت الكبير قد دور السرارفي أول عربية تأسس فرقة نسائية موسيقية عام 1992 الليلة على مسرح كرتاج بصحبة أهم الفنانات من العالم العربي والغربي زادة، وأكيد من تونس أهم العازفات اللي تميزوا وتألقوا معها على مدى السنين هذه الكل. أنا ما نطولش عليكم، خليكم عزفتك لليلة.
حاجة باهية ياسر، نمط جديد لما حالة حافظ على القديم نتاعها، وقدمت لنا في سبايا بمناسبة الاحتفال تاع عيد المرأة. وان شاء الله كرتاج العام الجاي ماذا بينا يشجع مواهب تونسيه، سنا برشا طاقات كبيره ما شاركتش فيه. باهي تشار يعطيكم الصحه وبالكدا بالكدا تعديت ليله بالكدا بالكدا. نحب نقول لك سهريه خارقه العاده، يعطيها صحه صرارفي، جو تونسي شيخنا، تحيا تونس وان شاء الله ديما فرحانين، وتحيا المراه التونسيه خاصه الليله ليلتنا راهي. سهريه خارقه العاده وسيرتو بعزيز هذيك بنتنا هذيك فريمون تعمل كيف هذيك، وروعه من روائع تونس. بالرسمي الليله ما كانتش فيستيفيتي تحفونا راهو نتاع هذه نتاع عيد المراه. انا تصورت في دارتيفيس وتصورت حاجات واغنيه تونسي، جايبت لي فلسطين وجايبت لي تركيا والكل سي با انتريسون. والله سهريه تحفونا برشا، حلوه برشا، يعطيها صحه صرارفي. وانا اول مره بريسك نجي لهنا على خاطري امينه ابدعت، ما نجمش نقول لك فريمون مانيفيك. محليها عجبتني برشا. والله سهرية رائعة برشا، فن راقي، غناء ورقص وعزف، فريمون فن خارق العادة. ياسمين عزيز فوالا اكسيلونت، عجبتني برشا، عندها برشا معناتها الميلانج نتاعها نتاع العزف نتاعها ونتاع التونسي حلو برشا، تمتعت برشا. أنا السهرية عجبتني التطوير اللي صار فيها معناتها من حيث العازفات اللي من خارج تونس. شوية ممكن ناقصة شوية لأنهم جاوا مخر ولا حاجة، معناتها بتتر بروفات أكثر من أنا أمينة نحبها، متألقة، والبختي اللي غنت فيها اللي تكلمت فيها على بوها معناتها هذيك تعز عليا برشا، باسكو احنا قرينا من بعضنا ونعرفها قداش مغرمه بوها. ساعة كل عام والمرأة التونسية بخير والمرأة العربية بخير. سهرية راقية، برقي المرأة التونسية، بتشرف. كانت ست أمينة صرارفي متجددة دائما، وعرضها جميل ممتع وشدنا من أول دقيقة لآخر دقيقة، وكنا دائما طالبين لو كانت الحفلة أطول. C'était vraiment bien, c'était magnifique de travailler avec beaucoup de femmes. J'ai jamais joué un concert avec beaucoup de femmes comme ça, donc c'était une expérience et c'est un honneur pour moi pour représenter genre la Tunisie dans le jour la fête de la femme, donc c'était vraiment un honneur pour moi. أول مرة نعزف مع عازفتك ومتعودة يعني خلط، وما شاء الله كلهم عندهم مستوى عالي برشا. إن شاء الله نهار من نهارات نوصل ملي كيف مدام أمينة. ألف مبروك لعيد المرأة التونسية، ومبروك أيضا لجميع نساء العرب ككل. والمرأة العربية التونسية يعني تمثل لي الكثير، عاجبتني. واليوم عبرت أمينة الصرارفي اليوم على تحقيق هدف نجاح هذا المهرجان الرائع، ولي الشرف أني غنيت على هذا الجوق الرائع. عيد سعيد، اليوم عيد في تونس يعني ونتمنى لها كل نجاح وكل التألق في كل ما تعمله في الحياة، وإن شاء الله تكون عندها مرتبة يعني في dans la société. شفتوا قائدة أوركسترا، عازفات رائعات، مغنيات جميلات، بالإضافة إلى تواجد المرأة في تونس في مراكز ثانية مهمة جدا أيضا. في تونس المرأة ياسر طيارة في مخها، مرأة ونص، فخرة لتونس المرأة التونسية. معناها وقت اللي أمينة عملت الحفلة على كرتاج فريمون نورت عليسة راهي قامت تشتح. فوسي نخمم فيها عندها برشا، وبدأت تتبلور بشوية حتى اللي وصلنا لهذا، وهي ثمرة عمل 20 سنة. يعني واحد مش سهل باش يوصل للمستوى هذا مع عازفات. هذا اللي شفته في 92
وقت اللي بديت وكونت فرقة العازفات، فواحد يشوف يلاحظ كيفاش المستوى، كيفاش في البداية كانوا معناتها بشوية بشوية وحاشمين، وكيفاش تلقى روحها مرأة وحدها وتعزف وقدام جمهور، لين ولات في مهرجان كبير كما هذا مهرجان قرطاج، اللي هو مهرجان دولي، وبكل شجاعة وبكل معناتها avec beaucoup d'assurance en soi تتقسم وتعزف وشيخة وعاملة كيف وتعزف الأشخاص آخرين. هذا اللي حبيت نوصل له، والحمد لله يعني شفتوا البنات نتاعنا كيفاش معناتها يقسموا، كيفاش يعزفوا. J'étais très contente parce qu'aujourd'hui vraiment je vois mon travail, j'ai vu mon fruit نضج بالكدا الحمد لله. تونس معروفة بأكبر كوليكسيون تاع فسيفساء في العالم، وسبيكتاكل الليلة فسيفساء عربية بتوقيع الفنانة التونسية أمينة السرارفي هزنا في رحلة موسيقية من غير حدود مع ليجيست وليزارتيست اللي جاوا من الغرب والشرق باش يأمنوا لكم السهرية هذه. ياسمين عزايز التونسية اللي تألقت، سنة موسى الفلسطينية، ومنى دندني من موريتانيا، وغيرهم من العازفات والمغنيات اللي تألقوا الليلة على مسرح كرتاج. انتم ما زلتوا معنا في دورة كرتاج 51، مازالوا لي سبيكتاكل جايين. لو 16 عندنا ايب اوب اوربان مع بالتي وكافون، وتوت سويت نخليكم مع سبيكتاكل ماركو بولو اللي جايينا من الشرق افيك لا بارتيسيباسيون دو محمد علي بن جمعه اللي باش يكون ناراتور في السبيكتاكل هذايا. ما بقى لي كيفاش نقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل.